أيها الأحرار في العالم العربي وخارج العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في القهاوي المصرية إيه أكتر جملة ممكن أو جمل تسمعهم في القهوة؟ أكتر جمل بتسمعها واحد شايف الخمسينة، ولع هنا يا ابني، الحساب عندي، علي واحد قهوة مظبوط لو سمحت. انت عارف التهمة اللي لزقتها لي كان ممكن ترميني في السجن شهور وسنين، لولا ان بعض المسؤولين في الدولة اللي يعرفوني كويس وقفوا جنبي لغاية ما انتهى الموضوع. انتهى الموضوع جوايا سؤال محيرني، انت كنت بتعمل كده ليه؟ بتدور على شهرة او مجد او ترقية ولا علاوة؟ وايه اللذة الغريبة اللي انت بتلاقيها لما تلفق لواحد تهمة؟ لذة ايه يا راجل انت؟ انا شغلي اني احمي البلد. ومين اللي اقنعك بان التصرفات دي هي اللي بتحمي البلد؟ الصوت شوية، علي كمان. كنت كمان بتسمع جملة اسمها قفلت يا معلم، رص من الأول. الجملة دي بتسمعها لما الضمنة بتقفل ومحدش عارف يلعب، يبقى لازم نهد اللعبة ونبدأ من جديد. أهو الانقلاب كده بقى يا معلم دلوقتي. الانقلاب بالظبط عامل زي الضمنة اللي قفلت وعايز يتهد الدور ويتلعب من جديد. الترقيع ما عادش نافع خلاص، كله واقف متكتف مش عارف يعمل حاجة. عشان كده الدكتور ممدوح حمزة أحد أهم أقطاب 30 يونيو دعا الجيش إنه يغسل إيديه من السيسي ويعترف بالفشل بدل ما الفشل يطول الجيش نفسه ويبدأ اللعب من جديد. اللعبة فعلا قفلت ومفيش فرصة للحركة أو التزاكي، مفيش فرصة أصلا للعب. السيسي جاب آخره في الفشل. حتى الكذب السيسي ما عادش عنده كذب يكذبه، حتى الشحاتة مش لاقي حد يشحت منه، لدرجة إنه عايز يرهن قناة السويس 3 سنين مقدم. السيسي قلقان من الخليج بعد ما وقفوا الدعم وكشفوا غدره، ده غير أزمتهم المالية ومش مش عادوش فاضيين خلاص للسيسي وقرفوا. السيسي قلقان كمان من أوروبا ومن أمريكا بعد التقارير المحذرة من ثورة جياع هتاكل الأخضر واليابس وخلاص بقت على الأبواب، وخوف الغرب من تزايد الهجرة الشرعية أو الهجرة غير الشرعية. السيسي قلقان من الجيش جدا، اللي الغضب كل يوم بيزيد جوه الجيش بسبب انه ورط الجيش في مشاكل البلد، وبسبب التفرقه بين القاده الكبار اللي لاهفين كل حاجه والضباط الصغيرين. ده غير الجنود اللي بيضحي بيهم زي الحلاوه في سينا وبيتاجر بجثثهم عشان يبقى يعمل منقذ الشعب. صوره السيسي القائد العظيم خلصت انتهت جوه الجيش وبره الجيش. راحت الهاله والقداسه اللي كان بيرسمها وكان البعض للاسف عايش فيها. كتير جدا من الضباط شايفين دلوقتي السيسي على حقيقته، بلح فعلا، لكن محدش قادر يتكلم. وممكن تقول للاسف تبعات انهم يصدقوا بلح كبير جدا ومحدش دلوقتي حمل انه يقول الحقيقه. معلش، السيسي قلقان من رجال الاعمال اللي حالهم وقف، سواء بسبب اختفاء الدولار او بسبب تكويش الجيش على كل حاجه من الابره للصاروخ، فما عادش ليهم شغل الا اللي بترميه لهم شركات الجيش. السيسي قلقان من الطبقه الوسطى في المجتمع، المدرسين والدكاتره والمهندسين والموظفين اللي كل يوم بيتحول اعداد منهم من الطبقه المتوسطه للطبقه الفقيره تحت نار الاسعار وضغط المصاريف اليوميه. الاهم بقى ان السيسي قلقان من الغلابه نفسهم، مش بس عشان هم كفروا خلاص بالسيسي وغير السيسي وعصابته ونظامه وما عادش حاجه تهمهم، ولا لان ما عندهمش حاجه يخسروها، ما عادش عندهم حاجه يقعوا تحتها، هم في الاخر وهي موته والله اكتر زي بيقول المصريين. وطبعا اخطر حد ممكن تواجهه هو اللي ما عندوش حاجه يخسرها. كل ده خطر حقيقي السيسي قلقان منه، لكن الاخطر من كل ده ان الغلابه دول هم المصريين. شعب مصر معظمه اصبح غلابه، وده مش كلام وخلاص، ده كلام رسمي باعتراف نظام السيسي نفسه. الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء اللي رئيسه اللواء ابو بكر الجندي بيقول ان تقرير رسمي ان عدد الغلابه في مصر 85% من الشعب. يعني مصر 100 مليون، معناها انه 85 مليون مصري غلبان. التقرير بيقول كمان ان اللي بيقدروا يمشوا حياتهم بالعافيه في مصر ويعلموا عيالهم تعليم حكومي مش خاص ويروحوا مستشفيات حكومي مش خاص ويجيبوا دواء، هم اللي بياخدوا فوق ال 4000 جنيه، ودول عددهم يا مؤمن زي ما قلنا امبارح 15% من الشعب. يعني 85% من المصريين
فقراء وغلابه وعندهم تقزم وانيميا ومش قادرين يمشوا يومهم. والسيسي بجهله وفشله غير ظلمه وفساده، بدل ما يراعي المصريين اللي هم نور عينيه، ما عملش حاجه من ساعه ربنا ما ابتلانا بيه الا وهي ضد الغلابه. ضرايب على الفقراء، شحاته من الفقراء، تقشف للفقراء، تهديد للفقراء. اما الحيتان الكبيره قوي اصحاب الكروش الحرام فدول حبايب السيسي ونور عينيه اللي بحق وحقيقي. وقال ايه لما اللعبه قفلت خلاص والدور انتهى معاه، السيسي ما عادش قادر يعمل حاجه للغلابه، رايح لحبيبته اسرائيل بيقول لهم الحقوني شويه رز صهيوني. السيسي استنجد بحبايبه الصهاينه وفتح لهم باب الاستثمار عشان يمكن الغلابه يشموا نفسهم. وعين السيسي نفسه في شكل غريب، هو عين نفسه رئيس لهيئه الاستثمار وعين معاه رجالته عشان يوافق لاسرائيل على اي مشاريع تبيع فيها مصر. السيسي شيطانه صور له ان اسرائيل لما تدخل مصر تحت ستار الشركات العالميه هيقدر يعمل حاجه ينقذ بيها نفسه. لكن احب ابشره بحاجتين، الاولى ان المصريين غلابه والفقر طاحنهم، لكن مش هياكلوا ابدا من اسرائيل، مش هيبيعوا دم ولادهم في 48 56 67 73 ولا حتى ببحر البقر. المصريين بيقولوا اللي قالته العرب من زمان، تموت الحرة ولا تأكل بثديها. البشرة التانية بقى يا سيسي ان خلاص اللعبة قفلت وما عادش حاجة تنفع. كانت ممكن اسرائيل تنفعك من بدري، لكن الوقت عدى. وعلى رأي الست عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان ارجع يا زمان، انسى يا سيسي، اللعبة قفلت ولازم تتهد ونرص من الاول ومفيش فرصة تانية. لان الست برضو قالت فات الميعاد، فات. لان الشعب زي ما بيقول الشاعر يحكى ان ايه شعبنا مسك النور بايديه، يحكى ان كان يا مكان اللي ارادوا شعبنا كان، يحكى ان جيل ورا جيل مصر اتولدت في التحرير، يحكى ان يا ابناء شمس الثورة مش شهداء. جايلك بمد ايدي عشان تقومي ياللي انت اسمك بين وريدي. الخبر الثاني سريعا برضو، احنا بنحاول نجري عشان نحاول نغطي الحلقة كلها. الخبر الثاني عن بيزنس الدواء. الدواء في مصر، دواء كان ب 2 جنيه بقى ب 14 جنيه. حاجة كده في الأدوية كانت ب 2 جنيه بقت ب 14 جنيه إذا لقيتها يعني. الخبر بيقول بعد اقتحام الجيش بيزنس الصحة، استقالة رئيسة مجلس إدارة شركة خدمات نقل الدم و3 أعضاء بسبب مصنع المحاليل الجديد، ونفتح ملف إمبراطور الدواء في مصر. احنا في يعني الجزء الأخير ده احنا هنفتح ملف إمبراطور الدواء الجديد في مصر. وأنا عايز حد يكدبني بقى، يعني عايز حد يكدب اللي احنا هنقوله دلوقتي. والإخوة الدكاترة والصيادلة المهتمين بالأدوية الحقيقة يعني يطلعوا يكدبونا، وهنعرضها دلوقتي بالوقائع. يعني فجأة تلاقي خبر مثلا النهاردة الصحة تقرر وقف تصدير المحاليل الوريدية مؤقتا وخطة لمتابعة أرصدتها. المحاليل الوريدية، المحاليل اللي هو كيس ميه بملح ده اللي بينضفوا بيه مش عارف ايه، اللي هم تلاقيه في كل حتة يعني، ده اللي كان ب 2 جنيه فجأة بقى ب 14 ومش ملاقينه. فالنهارده وزارة الصحة بتقول ايه بقى؟ اعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية عن خطتها لمتابعة توفير مستحضرات المحاليل الوردية لضمان توافرها في السوق المحلي بأرصدة كافية، ورصد أي مستجدات أو مشاكل وسرعة العمل على حلها بطريقة فورية وجذرية، خاصة في ظل وجود بعض التحديات. فهمت انت ايه من الكلام ده بقى؟ ده كلام رصه صحفي، لكن فوق بقى هو الموضوع. تقرر الصحة وقف تصدير المحاليل الوردية. هو انت لاقيه عشان تصدره؟ هو انت لاقي المحاليل دي عشان تصدرها؟ طيب تعال نشوف بقى صورة تانية من خبر اهو. وزير الصحة يعتمد قرار اعدام المحاليل الطبية الفاسدة بإحدى الشركات. اعتمد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قرار اللجنة الفنية للصيدلة الخاص بإعدام كل الكميات التي تم ضبطها وتحريزها من المحاليل الطبية غير المطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية بشركة المتحدون فارما. حلو حلو. تعال بقى نشوف الموضوع.
فاكرين المقدمه لما قلنا لكم على القهوه تلاقي اتنين قاعدين يلعبوا دومنه والدور يقفل، قفل خلاص، ما عادش بره في ورق، او يعني زي لعيبه الدومنه، والدور قفل على الاثنين، فيهد الدور ويقول لك نبدا من جديد. هم دلوقتي بيعملوا ايه؟ فاكر المحلول ده؟ وري له صورته كده محمود. المحلول ده اللي كان ب 2 جنيه بقى ب 14 جنيه، مش لاقيينه. المحلول ده فجاه اختفى من السوق ومش موجود. طيب عايزين نهد الدور ونبدا من جديد، عايزين احنا نخش اللعبه دي بقى. نخشها ازاي؟ حلو جدا. طيب اول حاجه نوقف التصدير. ليه بقى؟ ما احنا بنبدا من جديد، بنبدا من الاول بقى، نوقف تصدير. قال يعني موجود عشان نصدره، فاحنا مش هنصدره. طب تاني حاجه ايه بقى؟ تاني حاجه انه يا جماعه على فكره لو لقينا اي منتجات من دي هنعدمها. ليه نعدمها؟ عشان نبدا الدور من جديد، نبدا ننتج احنا بقى. مين احنا بقى؟ على فكره قد لا يكون انت ليك علاقه بالمحاليل الطبيه، بس هتعرف دلوقتي احنا ليه جايبينه وليه بنفتحه معاك، لان الجيش ورا الموضوع. بص، طالما اتشفتت الحكايه كده ونشفت، اعرف ان الجيش داخل. بس يا ترى الجيش لوحده اللي داخل؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. ادي اهو خبر بتاريخ السبت 15/10. الصحه توقع بروتوكول تعاون مع الانتاج الحربي لانشاء مصنع للمحاليل الطبيه. الصحه توقع بروتوكول تعاون مع الانتاج الحربي، وزاره الانتاج الحربي العصار اللي هي بقت مصر كلها فيها دلوقتي، لانشاء المحاليل الطبيه. تعال بقى ان تطلع الخبر. مين دول يا محمود اللي قاعدين دول؟ محمود مين دول يا محمود؟ انا هقول لك. انا اللي واقف ورا ده وزير الصحه، واللي واقف جنبه ده البوب الكبير، ده المافيا الكبير، ده دون كورليوني الكبير بقى، ده العصار. وسيبك بقى من الناس اللي واقفه التانيه دي، مع احترامنا وتقديرنا ليهم. اللي قاعدين بقى، انا سيبك من المدام اللي متمثله في الشركه القابضه للامصال، انما بص بقى، الراجل ده عوض تاج الدين اللي كان وزير صحه زمان ايام مبارك. اللي جنبه بقى مين؟ ايوه، اوعى حد يقول اللي جنبه ده خالد حنفي، هو اكبر من خالد حنفي. اللي جنبه ده واحد اسمه اسمه شيرين حسن عباس حلمي. وقعت وزاره الصحه والسكان ممثله في الشركه القابضه للامصال واللقاحات فاكسيرا السبت بروتوكول تعاون مع وزاره الانتاج الحربي والقطاع الخاص الاستثماري لانشاء وتجهيز مصنع المحاليل الطبيه لسد العجز في السوق المصري. طب عرفنا الاطراف الموقعه مين بقى؟ وزاره الصحه والسكان اللي هي قاعده المدام تقريبا ممثله ليها، وممثله في القابل مش عارف ايه، ومع الانتاج الحربي والقطاع الخاص الاستثماري. مين القطاع الخاص بقى؟ اللي هو شيرين حسن عباس حلمي ده. حضر توقيع اتفاق الدكتور احمد عماد الدين راضي وزير الصحه والسكان، واللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، وممثلي القطاع الخاص الاستثماري. واودع الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزاره الصحه ان الوزاره تسعى بشتى الطرق لايجاد الحلول السريعه لتغطيه عجز مش مهم بتكلفه 140 مليون. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، معلش يا حوده هضطر اسالك سؤال ممكن يكون محرج شويه. هو ليه ما ذكرتوش اسم ممثل القطاع الخاص؟ ليه انت بتقول لي ان اللي حضروا وزاره الانتاج، هو شال اللوحه، الانتاج الحربي ومش عارف ايه، ليه ما ذكرتليش مين هو ممثل القطاع الخاص كما ورد في الخبر اللي شاله دلوقتي اهو؟ وزاره الصحه، وزاره الانتاج الحربي، والقطاع الخاص الاستثماري.